السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة احلى قراقيش سادة وبعجوة هتعجبكم جدا. طبعا القراقيش دي بطريقة ست الكل، ربنا يبارك فيها. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى قراقيش وتعالوا نشوف وصفتنا. معانا هنا كوباية سمنة سايحة، عليها كوباية زيت هنسخنهم على النار، ومعانا هنا نص كوباية مية دافية، عليها معلقة ونص خميرة ومعلقة سكر، وهنسيبها تخمر. معانا كيلو دقيق منخول، ننزل عليه معلقتين سمسم، معلقة شمر وينسون متحمصين ومطحونين، معلقة كبيرة سكر بودرة، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب المكونات دي بتاعتنا كويس جدا، هنخلطهم سوا. الشمر واليانسون انا بحمصهم على النار، هنجيب طاسة ونحمصهم ونطحنهم في المطحنة بتاعتنا ونخليهم عندنا في التلاجة. اي وقت تحتاجي تعملي قراقيش هتلاقيهم جاهزين. معانا هنا في العجان بتاعنا هننزل بكمية من السمنة والزيت، هنحط بالتدريج لحد ما الدقيق بتاعنا يشرب السمنة والزيت كلها. اهم حاجة في اعمال القراقيش الخطوة دي، ان يتبس الدقيق بتاعنا بالسمنة والزيت كويس جدا لحد ما الدقيق يشرب السمنة والزيت كلها. بعد كده الدقيق بتاعي شرب السمنة والزيت كلها، هننزل بالخميرة بتاعتنا اللي احنا شايفين خمرت وفارت كويس جدا. يبقى كده الخميرة بتاعتنا شغالة كويس. ومعانا هنا كوباية لبن دافي، هنسيبها بقى تلم العجينة. بصوا العجينة بقت جميلة ازاي، هتلف بس دقيقتين ويبقى كده تمام. شايفين العجينة بتاعتنا جميلة ازاي، ما بتشققش كده. هنغطيها سيبها تخمر لمدة تلت ساعة، وتعالوا نعمل العجوة بتاعتنا. معانا هنا العجوة، ننزل عليها معلقة سمنة ومعلقتين سمسم، وهنشكلها بالشكل ده. خلصت الكمية بتاعتي كلها. تعالوا بقى نشكل القراقيش بتاعتنا. جبنا صينية بتاعتنا دهناها زيت، شايفين العجينة عاملة ازاي، ما شاء الله خمرت تحفة. تعالوا نشكل العجينة. انتوا شايفين انا بجيب كيس كده بفرد عليه، ومعانا القطاعة بتاعتنا بحب اقطعها بالشكل ده، بيديها شكل جميل. انت ممكن زي ما تحبي تقطعي بسكينة باي حاجة تحبيها. شايفين الجمال، شايفين السمك. اهم حاجة يا جماعة واحنا بنقطعها نخلي ليها سمك كده، ما نرقهاش خالص وما نخليهاش رفيعة خالص، عشان تطلع معانا بالسمك اللي احنا عايزينه، ولما تخمر بسرعة. انا كده بس بوريكم الشكل ده بيتعمل ازاي. هكمل بقى انا باقي الصينيه وارجع لكم نعمل شكل تاني. بصوا الشكل بعد ما خلصت الصينيه، نسيبها بقى تخمر، وبعد كده هندخلها الفرن. تعالوا نعمل شكل تاني. هنعمل الشكل ده بقى بالعجوه. هناخد قطع عجينه صغيره، هنعملها كور بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنبططها كده ونبطط حته عجوه ونقفلها بالشكل ده، وهندوس على الحروف بتاعتها بالشوكه. الشكل ده حصري بتاع مامتي بس اصلا اللي بتعمله. زي ما احنا شايفين هعمل معاكم واحدتين واكمل بقى باقي الكميه عشان ما اطولش عليكم. زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه دي كده، ونقفل عليهم بالشوكه في نفس الوقت تتقفل كويس وبتدينا شكل حلو.
هندهنها بقى بالبيض والسمسم. معانا هنا بيضة عليها معلقة لبن وفانيليا، هنربهم كويس وهندهن ونرش السمسم. هكمل انا بقى باقي الكمية واخلص الصينية بتاعتي وارجع لكم تاني. الصينية بتاعتنا خلصت، هنسيبها تخمر برضو. ودي صينية القراقيش بتاعتنا، اول واحدة اللي عملناها خمرت. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. اهم حاجة يكون الفرن مسخن قبلها بربع ساعة. هنعمل شكل تاني، نعملها فطير صغير زي ما احنا شايفين كده. هنعملها كور ونعملها بالقطاعة بتاعتنا عشان تاخد كلها نفس الشكل. هكمل انا برضو باقي الكمية وارجع لكم تاني. خلصنا الصينية بتاعتنا، هنعمل لها شكل كده بالشوكة ونسيبها تخمر. تعالوا نعمل شكل تاني بالعجوة. هنعمل زي ما كنا بنعمل في القراقيش السادة الأولانية، هنسويها كده. هنفرد قطع العجوة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اهم حاجة نرقها عشان دي طبقتين، على ما تخمر ما تبقاش تخينة قوي معانا وتبقى حلوة ومظبوطة. وهنقفل عليها بالشوكة كده برضو عشان ما تفتحش معانا. بص شكل تحفة، جربوا الشكل ده كمان هيعجبكم. هعمل معاكم واحدة تانية بتعمل بكل سهولة وكل بساطة. اهم حاجة نساوي الاحرف ونفرد العجوة بتاعتنا كده. شايفين الجمال؟ العجينة اصلا تحفة بجد، جربوها. لو اول مرة تشوفوني يا ريت متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت تجربوها بالشكل ده، جميلة جدا برضو. هسيبها برضو تخمر. طلعت معانا اول صينية، بصوا الجمال، شكلها تحفة ولونها جميل بجد، جربوها تعجبكم قوي. شايفين طريقة ازاي؟ طبعا تتاكل مع احلى كوباية شاي. واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.